السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الكرام، مرحبا بكم معي في القناة وفيديو جديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. العثور على الفنان صالح الباشا جثة هامدة في منزله بضواحي أكادير. بقاو معايا المزيد من التفاصيل حول الواقعة. عثر على الفنان الأمازيغي المعروف صالح الباشا ميتا داخل شقته الواقعة بضواحي مدينة أكادير في حادث خلف حزنا واسعا وسط الأوساط الفنية ومحبيه في جهة سوس ماسة. وأكدت مصادر مقربة أن اختفاء الراحل المفاجئ عن الأنظار منذ يومين أثار قلق معارفي، ما دفعهم إلى إشعار السلطات المحلية والتي قامت بمداهمة الشقة التي يقطنها بمفرده ليعثر عليه جثة هامدة قبل قليل من الآن. وأفادت نفس المصادر أن الفنان الراحل كان يعاني من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة، وقد تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ، ما يرجح فرضية وفاته الطبيعية في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق والتشريح الطبي. وكان من المرتقب أن يحيي صالح الباشا سهرة فنية بجامعة أقصر إقليم أكادير إذا وتنان، غير أن الوفاة سبقته إلى الموعد الفني. ويعد صالح الباشا من الوجوه البارزة في الساحة الفنية الأمازيغية، حيث بصم على مسار غني بالأعمال الغنائية التي لمست قضايا اجتماعية وتراثية، واحتفظ بجمهور واسع في مناطق سوس والمغرب عموما. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه يا ربي ويوسع عليه ويرزق عائلته ومحبيه وأقرباء الصبر والسلوان.